السلطة ملهاش قواعد وأساسيات زي الطبخ، هقول لكم ليه وأنا بعمل معاكم أحلى سلطة كريز كلتها، وده لأن مكوناتها حلوة وهادية ومنعشة وجديدة. كنت محتارة ايه اللي ممكن يليق مع الكريز، الجرجير أو ميكس خاص، فحسيت إن عادي ممكن أحط أي حاجة، بس حسيت إن الجرجير أحلى لأني حسيت إن الجرجير ليه نكهة مميزة كده عن الخس، فهيكمل الحاجات اللي هحطها عليه. والجرجير بيبقى حلو قوي مع الجبنة، مش عارفة أختار قريش ولا فتة، فاخترت الجبنة القريش لأن طعمها أهدى شوية وهيليق مع الطعم الحاد بتاع الجرجير. نيجي بقى للكريز واللي كنت اول مره اجربه في السلطه. كان في لونين، لون فاتح شويه ولون غامق، الاتنين طعمهم حلو قوي وخفيف وطازه. وعلشان السلطه دي حلاوتها انها تتاكل خفيفه من غير نكهات كتير، تبلتها بزيت زيتون وحطيت رشه عسل من فوق علشان اعرف استطعم النكهات المختلفه لباقي المكونات. وهي دي حلاوه ان ما يكونش في قواعد للسلطه، انتوا بتحطوا اللي انتوا عايزينه او اللي انتوا حاسينه هيبقى حلو. لما حسيت ان السلطه ناقصها حاجه واحده بس، هي رشه ملح من فوق، طعمها كان حلو قوي وهادي وبسيط كده جنب الاكل. اعملوا السلطات اللي انتوا عايزينها بالطريقه اللي انتوا عايزينها بالمكونات اللي انتوا حابينها، وضيفوا براحتكم فاكهة للسلطة أو مكونات جديدة أو غريبة من غير ما تخافوا إنها تبوظ منكم زي الأكل العادي. وده علشان